ده سيف بروفيشنال فايتر وجالي النهارده عشان هتعلمني النهارده اعمل باك فليب ها؟ هنشوف. يلا ماشي، ده اول سيشن ها. في البداية هنا ابتديت أشوف منه شوية حركات عشان أشوف هيقدر يعمل الحركة ولا لأ، وتاني نقطة مهمة جدا عشان نعمل الحركة وهو الجامب بتاعه كويس جدا، ولكن جسمه كان مخشب شويتين. بعد كده ابتدى جسمه يفك شوية، بعد كده ابتديت أشرح له شكل الحركة اللي المفروض هنعملها، ولما جه يطبق الحركة عمل من أكبر الأخطاء اللي ممكن واحد يعملها وهو بيعمل الحركة، وهو إنه يبص جنبه. فابتديت هنا أقول له افضل باصص قدامك واعمل الحركة، ومجرد ما عمل كده ابتدى يعمل الحركة بشكل كويس جدا، ومرة ورا التانية لحد ما ابتدينا نخش على الحركة بشكل فعلي. وابتدينا هنا في الفوم بيت الاول وعملها كويس جدا. بعد كده قلت له يلا بينا نعملها على المرتبه، وما شاء الله الباور بتاعه كان زياده عن اللزوم، فابتدى يقلله شويه شويه وابتدى ينزل على رجله مره ورا التانيه لحد ما عملها كويس جدا. ومجرد ما عملها كويس جدا قلت له يلا بينا هنعملها على الارض، واول واحده عملها على الارض نزل منها كويس جدا، ومره ورا التانيه ابتديت اقلل المساعده بتاعتي لحد ما عملها لوحده خالص. فهنا قلت له يلا نودي على الارض. يلا بينا. واول واحده عملها على الارض ما شاء الله عملها كويسه جدا. وبعد كده ابتديت اقلل المساعده مره تانية لدرجه ان هو عملها لوحده في الاخر، وما كانش مصدق ان هو عملها لوحده. وبمجرد ان هو اقتنع ان هو عملها لوحده اتحمس وعملها بالفعل لوحده من غير ما اقف جنبيه خالص، وعاش جدا. بعد كده قلت لازم بقى نعمل فيديو احنا الاتنين مع بعض، والحمد لله برضه عملها للمره التانية وعاش جدا في اول يوم. واللي حابب يعرف تفاصيل عن التمرين هيبعت لي مسج على الانستجرام او الفيسبوك. سلام.